كل فترة كده تطلع علينا وصفات ترند تكسر الدنيا. من ضمن الوصفات اللي طلعت ترند الفترة اللي فاتت مش من فترة بعيدة، من قريب، الفطيرة دي. النهاردة نعملها بكل سهولة. قد ايه كانت شداني اني اجربها في البيت، ونشوف بقى طعمها عامل ازاي، تستاهل الضجة اللي كانت عاملاها ولا لا. هقول لكم رأيي ان شاء الله في نهاية الحلقة. يلا بقى نسلي الرسول في الاول. اول حاجه نعملها مع بعض الشربات. عندي كوبايتين من السكر على كوبايه ونص من الميه، هنضيفهم في كازرولة او حله، ونقلب في الاول السكر قبل ما نضيفه على النار لحد لما يدوب في الميه تماما. بعد كده بقى هنضيف الحله على النار، تبدا تغلي، اعصري نص ليمونه وشعره فانيليا. من بعد الغليان تعدي 7 دقائق بالظبط، وكده بقى جاهز معانا. هنضيف الكميه كلها في بوله ونسيبه يبرد تماما. يلا بقى نشوف الكريمه هنعملها ازاي. عندي لتر من الحليب، 4 كوبايات، يفضل يكون كامل الدسم كده وبخيره. شايفين بقى ضايفاه بالقشطه بتاعته بكل حاجه، بيفرق جدا في الطعم. عندي معلقتين كبار من السكر، واربع معالق كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الكاستر. طب انتي مش متوفر الكاستر، هتضيفي 6 معالق كبار من النشا على لتر الحليب. بس انا بفضل الكاستر اكتر لانه بيدي قوام ولون خطير للكريمه دي. اللبن بتاعك لو خفيف هتضيفي معلقتين كبار من القشطه، او الكريمه اللباني ينفع كمان، الكريم شانتيه، كل دي بدايل. لو اللبن بتاعك معلب او خفيف او حاجه، انا ما ضفتش حاجه لانه ما شاء الله كامل الدسم وبخيره. هنسيب بقى الكريمه بعد ما ضفت شعره فانيليا تقلت معايا وزي الفل. لازم تسيبيها دقيقتين كده تغلي عشان ما نحسش بطعم النشا. وبعد كده هنضيف الكميه كلها في بوله ونغطي الوجه بكيس تلاجة عشان ما يعملش طبقه قشره. شايفين بقى القوام بتاعها تحفه. وبرده هنسيبها تبرد زي الشربات. عندي نص كوبايه من السمنه المذابه، هضيف عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر، والتكه دي بتفرق جدا، بتخلي بقى التوريقه حلو قوي في الجلاش، وبيكون هش مش مكتوم من قلبه. دلوقتي بقى هفتح لفة الجلاش معاكم عشان نشتغل فيها. دي وزنها 500 جرام. افردي كده الورق، كل فتيرة هتاخد معاكي 5 ورقات. هعد اول 5 ورقات، دي اول فتيرة هنشيلها على جنب، وهعد كمان 5 ورقات تاني. باقي اللفة هشيلها في فوطة مطبخ نظيفة عشان ما تنشفش مني عقبال ما اعمل اول فترتين. خدوا بالكم لان ورق الجلاش ما بيتحملش ابدا وبينشف. هبدأ بقى ادهن ما بين كل ورقة والتانية. السمنة والبيكنج باودر مهم قوي، بيدي بقى توريقة خطيرة. ما تكونش الفطيرة معاكي مكتومة كده من قلبها، بيفرق جدا اضافته. وزعي السمنة مسحة بسيطة خالص، بس ما تسيبيش اي جزء في الورقة مش مدهون بالسمنة. اول حاجة هنضيف اول 4 ورقات، ونفصل بمسحة السمنة والبيكنج باودر، واخر ورقة ودي الورقة الخامسة هنطبقها ونضيفها بالشكل ده. ليه بضيفها؟ بعمل قاعدة للفطيرة عشان اوازن ما بين الوجه ونهاية الفطيرة، ما تكونش رقيقة. هنضيف بقى الكريمة بعد ما بردت. شايفين بقى الجمال، ونوزعها. عاوزة اقول لكم الطريقة بسيطة وسهلة، مش صعبة ابدا. الفكرة يعني لأول مرة تعمليها اوعي تفتكري ان هي صعبة، هي سهلة جدا جدا. اهم حاجة دهنة السمنة، وكل الفطاير هنعملها بالشكل ده. تكوني بقى مجهزة صواني مدهونة بالسمنة برضو كويس. وهنرص اول 2 انا عملتهم معاكم في تكة هنا. اول لما تعملي اول 2 دخليهم على الفرن على طول، بعد ما تدهني الوجه بالسمنة. ما تسيبيش لحد ما تخلصي الكمية كلها، عشان الورق الجلاش ما بيتحملش، ممكن يتقطع معاكي من الكريمة. فرنك بقى سخن من قبليه على درجة حرارة عالية، هتضيفيها على الرف الأوسط، هتقعد معاكي نص ساعة. نعمل دلوقتي الكريم شانتيه اللي هنزين بيه. كوبايه الا ربع من الكريمه الخام، وعندي كمان معلقتين من السكر البودر، على كوبايه الا ربع من الحليب، وكملت ربع كوبايه كمان من الحليب المتلج او الميه المتلجه. ضربت بقى الكريمه وشلتها في التلاجة شويه. ادي بقى اول فطرتين طلعوا، ودخلت على طول الفطرتين التانيين بنفس الطريقه عملتهم. هنسقي بقى بعد ما بردوا شويه بالشربات، ولازم يكون بارد جدا عشان نحافظ على القرمشه اللي بتكون في الفطيره، عشان لو ضفتي الشربات دافي او سخن هيخلي الفطيره طريه. بعد كده هنسيب الفطاير تشرب من الشربات وتبرد تماما. هقدمها لكم زي اللي بتتباع جاهزه بالظبط. هنجيب بقى كيس الحلواني ونضيف فيه الكريم شانتيه ونزين. هقولك على 3 طرق للتزيين. اول طريقه لو عندك فواكه هتضيفيها على كريم شانتيه. تاني طريقه لو عندك كنافه او بسبوسه هتضيفي قطعه من كل حاجه منهم. مش عندك كل ده، شويه سكر بودر برضو بتكون جميله. في ناس بتقول عليها فطيره احمد امين، وناس بيسميها فطيره ست كريمه. ايا كان الاسم، هي بقى لها ترند مش من فتره بعيده، من قريب. وانا مش من الناس اللي اي وصفه تنزل ترند اجري اقوم اعملها غير لما تكون شداني الفكره، وحابه اقدمها لكم بطريقه بيتي وموفره، وكمان ادوق طعمها معاكم، وهقول لكم رايي فيها بصراحه تستاهل ولا لا في نهايه الحلقه. ممكن تزيني بقى باي نوع فاكهه. انا توصيت بالمانجا، خلاص بتودعنا، جبت مانجا نعوم وزينت بيها، وبدلت الفراوله بشويه رمان لانه كان عندي. وعلى فكره بقى انبهرت بحشوه الرمان دي، كانت خطيره. المزازه الجميله اللي كانت فيه عامله تعادل حلو قوي مع التسكيره اللي في الفطيره، من اكتر الحشوات اللي عجبتني. عندي كمان الموز، وهنفصل بين طبقه الموز التانية بشويه من المانجا.
لو عندك كيوي واحدتين تلاتة، فراولة، أي حاجة تنفع على الفطيرة دي. والأخيرة هنعملها بالشوكولاتة، شوية شوكليت شيبس كده مع مكسرات، اعملي ميكس ما بين الاتنين لو متوفر. الموز بيليق معاه قوي، صوص الكراميل ده بيتي أنا اللي عاملاه. وفطيرة الشوكولاتة هنضيف عليها شوكولاتة قابلة للدهن. طرق خفيفة وبسيطة كده للتزيين. يا رب أكون أفدتكم في حلقة النهاردة وعجبكم. تعالوا بقى أقول لكم رأيي فيها. بصراحة يمكن ندمت إني ما جربتهاش أول لما نزل ترند. فعلا تاخد العقل، من أكتر الوصفات اللي جربتها وعجبتني، تستاهل إن أنتوا تجربوها. إن شاء الله هتعجبكم، استحالة تشتروها تاني من بره. خلينا متفقين إن أي حاجة بنعملها في البيت بتكون أوفر وأنضف كتير من الجاهزة. عمرها ما هتكون بالكميه اللي احنا ضايفينها دي لما تيجي تجيبيها من بره. كريمه جميله، واحلى حاجه يا جماعه نسيت اقول لكم، بتتاكل وهي ساقعه. سيبوها ساعتين 3 في التلاجة وقدموها وبالهنا. وباي باي.